متحمسين هكذا صعمتي يكلي ومنك يا صد وخرف ساح وفجعني وهدمني. ايش دخلنا بالموضوع؟ مدري. اوف ما هو كيف ايش دخلنا بالموضوع؟ احنا قرايب الاستاذ عرده مدير الاداره الجديده لمشروع التطوير والتحديث. مشروع التطوير والتحديث يا سعم كيف هذه ده؟ ما هو مشروع التطوير والتحديث؟ ايش تدري؟ كيف مشروع التطوير والتحديث؟ والله يا مدير والمشروع اهدى ما نقول لك جني. ايش جي نفهم جي وانا يا عرده جي انت قوم البالي روحي عاد الرج يا لطيف والفعل. انا مش قلت لكم ولا اسمع اي صوت واحد منكم ولا تشتوني اتعامل معاكم معامله ثانيه ظننتوا يا عرده احنا بنوقف معك مالك ما اشتيش توقفوا معي يا ضناء. انا اشتي بس تبطلوا حقكم الفضول لان مدير شؤون الموظفين بيحمل ويصفق يتشنج. عفوا يا مدير بس انا اشتي ادري ليش انتم خلصتوا معامله مرعي وما خلصتوش معاملتي وانا مدير اداره؟ ليش يا ضناء يا اخي عرده هذا كلام ما يتوجهش لنا. احنا ما بنجاملش حد على حساب حد سواء كان مدير ولا موظف ولا مراسل ولا فراش ولا حتى حارس. بنعامل الكل حسب النظام ما مش عندنا افضليات. فهمت ولا ماشي؟ طيب ممكن تفهمني يا ضمن كيف تمشي معاملة مرعي ومعاملتي تأخرها يا ضمن؟ السبب يا سيد عرده ان مرعي قدر اوراقه من قبل 4 ايام وهذه لا هذه اخر ورقه من اوراق معاملته وانت عادك وصلت لي اليوم. ما افعل لك انا؟ ما افعل لك؟ يعني ايش قصدك يا ضمن عاد انا اتاخر 4 ايام؟ لا احنا حسب الاوامر حيتم اكمال معاملتك اليوم لانك ما شاء الله ما فيش عندك اي مؤهلات ولا خبرات ولا قدرات ولا شهادات ما عدا الامر الصريح من المدير العام باكمال معاملتك. لا احنا ما حنسمح لك ابدا الاستاذ عرده كله قدرات وكله خبرات كلام مدري ما وبعدها مش كل ورقه شهاده خلاص مكتوب عليها اي كلام هي صحيحه. سكت كلام اخي مشهور صح. ركض اقول لكم انا انقذتكم. ايوه انتم دينار تفاح. انتم دينار تفاح والله انا ما دخلتكم بالي لا اخرجكم اخليكم تدلع. اسمع يا عبد احنا ما بنتعاملش لا باوراق مش سندات والحاجات الثانيه هذه ما بنعملهاش. فهمت ولا ماشي؟ انا صورته ما هوش مدير شؤون الموظفين على صورته كان خباز في مطعم.